أنا كتير ناس بيعرفوني على السوشيال ميديا من زمان، من 4 5 سنين، اللي بيجيب سيرة المغرب بالعاطل أي جهة خارجي، لأنه أنا أكلت معاكم وأكلت بالصحن معاكم وتشاركت معاكم الخبز والملح وعشت معاكم، بقطع لسانه مين من كان يكون. ديما مغرب والأعزاء الحاقدين. أنا الشؤون المغربي الداخلي ما لي علاقة فيها أبدا. أنا كأجنبي بكون دائما أديب، محترم البلد اللي قاعد فيه، ما بتدخل بين الشعب وحكومته. بس أنا بدعي لكم تكون الأمور كتير منيحة، بدعي لكم الأمن والسلام والطمأنينة والخير. بحب دائما الخير لهالبلد، بحب السلام لهالبلد، بحب الطمأنينة لهالبلد. الله يطول بعمر جلالة الملك، الله يحميه والأب الروحي لكل المغاربة. إن شاء الله هالشي رح ينحل. غيمة عابرة ورح تمشي يا حبايب القلب. بتمنى لكم دائما السلم، ودائما اطلبوا شو ما بدكم بالسلم والحوار. يسعد لي حبايب القلب. أنا كأجنبي بالمملكة المغربية الشريفة بيقولوا يا غريب كون أديب. أنا بتمنى الخير والسلام والأمن لهالبلد الحلو والشعب المغربي الطيب اللي هو آلي وناسي وعزوتي. مستحيل وما بتمنى بيوم من الأيام يصير فيه اللي صار بسوريا، ولا ممكن يصير، لأنه هون أنا بعرف في شعب بيحماق على الملك تبعه، بيحبه كتير، الأب العطوف اللي ما بيرضى شعبه ينضام ولا ينظلم. وحتى إذا كان يعني إذا مو من شعبه وما بيرضاها لإله، فكيف شعبه؟ فهمتوني كيف؟ إن شاء الله يحل الأمان والأمان وبتنحل الأمور كلياتها، وبتوصلوا لمرادكم بالحكي وبالسلم وبالرواق بالنقاش. هذا الشيء أنا بدي أوصلكم إياه. أنا ما فيني أتدخل بشأن داخل المغربي، أنا بحب هالبلد وبدعي لها من كل قلبي الله يحميها والله يحفظها والله يجعلها بلدا آمن ويحط السكينة في قلوبكم، وبتمنى لكم الخير يا أهلي وناسي وعزوتي. والله حبايب القلب متابعين الغالين، أول شيء حابب أقول كلمتين. الله يديم الأمن والأمان على المملكة المغربية الشريفة، والله يعم السكينة والطمأنينة والخير والرزق على الشعب المغربي الطيب، أخوتي وأهلي وناسي. حاب أوضح نقطة. أنا كأجنبي ممكن أنتوا تعتبروني واحد منكم، أنا كأجنبي موجود في المملكة المغربية الشريفة ما بتدخل بشؤون داخلي للمملكة المغربية الشريفة. هذا شأن داخلي في الشعب المغربي، في الحكومة المغربية، بيتناقشوا بيناتهم، بيتحاوروا، بيقرروا شو فيه. الله يهدي الحال. أنا بدعي لهم الله يهدي الحال، الله يحل الأمن والأمان. بس شأن داخلي مغربي أنا ما فيني أتدخل فيه. أنا بتمنى كل خير لهالبلد الحبيب. أنا بقطع لسان أي جهة خارجية ممكن تحكي على البلد، لأنه عايش وسطكم وأكلت من خبزكم وأكلت من ملحكم.